غدا ستكون آخر مباراة خارج الديار هذا الموسم أمام إشبيلية الذي ينافس على أهداف مهمة. ما نوع المباراة التي ترغب في رؤيته غدا في ملعب رامون سانشيز بيزخوان؟ كما قلت أنت، إشبيلية فريق يعيش فترة جيدة، وإذا لم أكن مخطئا فقد فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة. الفريق يقدم أداء ممتازا مع لويس، ويقوده مدرب يملك خبرة كبيرة جدا، والجميع يعرف الطريقة التي تعمل بها فرقه، كما أنه نجح في إحداث تغيير كبير داخل إشبيلية. إنه ملعب يحمل دائما طابعا خاصا بالنسبة لنا بسبب صعوبة اللعب هناك، وبسبب الأجواء التي تخلق عندما يزور ريال مدريد هذا الملعب، كما أن جماهير إشبيلية تعد بلا شك من بين الأفضل في إسبانيا. إنه ناد عريق وكبير، ومن المؤكد أن اللاعبين سيرغبون باعتبارها آخر مباراة لهم هذا الموسم على أرضهم في تقديم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد وبين جماهيرهم. لذلك أتوقع مواجهة صعبة جديدة. مرحبا سيدي، أنطونيو مويلا من إذاعة راديو ناسيونال الإسبانية. لا أعلم إن كنت قد تحدثت مع كيليان بعد مباراة أوفيدو، لأنه كانت هناك روايتان مختلفتان. فقد قال هو في المنطقة المختلطة إنك أخبرته بأنه المهاجم الرابع، بينما قلت أنت في المؤتمر الصحفي إنك، رغم أنك لم تستمع لتصريحاته، تعتقد أنه ربما أساء فهم الأمر. هل تمكنتما من الحديث وتوضيح المسألة؟ لا، في الحقيقة قبل أن أصعد إلى هنا مباشرة رأيته للتو، وقلت له فقط أن يبقى هادئا لأنني سأتولى الأمر. وأنا أتفهم أن مثل هذه الأمور قد تبدو مادة إعلامية مثيرة. كل ما قاله كيليان في المنطقة المختلطة سبق أن تحدثت معه عنه مسبقا. أنا أتعامل مع هذه الأمور بطبيعية أكبر، لأنني دائما ما أقول للاعبي إنني كنت مكانهم يوما ما، وأعرف تماما ما يشعرون به في مختلف المواقف. أعرف معنى أن تلعب باستمرار، ومعنى أن تلعب دقائق أقل، وحتى معنى ألا تلعب إطلاقا. أفهم تماما شعور اللاعبين عندما لا يشاركون. أعلم أن كيليان لم يكن سعيدا في ذلك اليوم، وهذا أمر يعجبني. بصراحة لن أفهم أبدا أن كيليان مبابي لا يرغب في اللعب مع ريال مدريد حتى في وضعية كهذه. بالنسبة لي الأمر طبيعي أكثر بكثير مما تم تصويره. ربما لم أشرح الأمر بالشكل المثالي، لكنني رأيت، سواء كنت محقا أو مخطئا، أن الأفضل له بالنظر إلى حالته هو أن يشارك لبعض الوقت في الشوط الثاني حتى يكون جاهزا للعب يوم الأحد. ولو لم تكن هناك مباراة يوم الأحد، ولو أن مباراة الخميس كانت هي نفسها مباراة الأحد، لكانت الأمور مختلفة تماما، لا أكثر. بصراحة أتعامل مع كل ما حدث خلال هذه الأيام بشكل طبيعي جدا، وعلاقتي بكيليان مبابي لا تزال كما هي. مرحبا ألفارو، معك أدريان فوز من موقع ديسماركي. لقد كنت دائما مدافعا عن فكرة أن ما يقال داخل غرفة الملابس يبقى هناك، لذلك لا أعلم إلى أي مدى أزعجك أو آلمك أن يخرج كيليان في اليوم الآخر ويتحدث للإعلام عن جزء من محادثاتكما الخاصة. لا إطلاقا، لم يزعجني الأمر أبدا. عندما أتحدث مع اللاعبين فإنني أقول ما أشعر به فعلا، وليس لدي أي خوف من أن يقوموا بنقلي أو التعبير عن أي حديث دار بيننا. وفي المقابل عندما يتحدث اللاعبون معي على انفراد فأنا أيضا أحب أن يبقى ذلك في إطار الخصوصية، لكنني أتفهم الأمر، ولا يزعجني أو يؤلمني أن يقوموا بالكشف عن محادثة جمعتهم بي. وكما شرحت لكم قبل قليل، لقد تحدثت معه قبل المباراة، وما شرحته له هو نفسه ما أوضحه لكم الآن، لذلك لا توجد أي مشكلة أكبر من ذلك. مرحبا ألفارو، معك ميغيل أنخيل دياز من إذاعة كادينا كوبي. لقد مرت 4 أشهر منذ وصولك إلى هذا المنصب. لا أعلم إن كانت قد بدت لك طويلة، فهذا سؤال شخصي. وهل تعتقد أنك ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة أم متضررا؟ وهل خطر ببالك يوما تقديم الاستقالة وسط كل هذه الضجة؟ لا أبدا، لقد جئت إلى هنا قبل 4 أشهر فقط، بل في الحقيقة منذ أيام قليلة فقط. كنت حينها مدربا في دوري الدرجة الأولى الإسبانية، بريميرا فيديراسيون، وعندما أغادر هنا سأكون قد عملت مدربا لريال مدريد في الدرجة الأولى، وخضت مباريات في دوري أبطال أوروبا. أعتقد أنه ليس هناك الكثير من المدربين الذين يمكنهم قول الشيء نفسه.
بالنسبة لي، كانت هذه الأشهر الأربعة تجربة عظيمة للغاية، وتعلمت خلالها الكثير على الصعيدين الشخصي والمهني: الدفاع عن هذا الشعار، والتواجد هنا يومياً، وحتى الوقوف أمامكم في المؤتمرات الصحفية. كل ذلك كان مصدراً كبيراً للنمو بالنسبة لي، وكأنه دراسة متقدمة أو دورة احترافية. وعندما تنتهي هذه المرحلة، فأنا أعتقد أنني، بالإضافة إلى التطور الذي حققته، سأغادر وأنا مرتاح الضمير. مرحبا ألفارو، سيرخيو رودريغيز من صحيفة ماركا. متابعة لسؤال الزميل، أود أن أعرف كيف تعتقد أن الجماهير وغرفة الملابس سيتذكرونك خلال فترتك كمدرب لريال مدريد؟ وكيف تحب أن يتم تذكرك؟ حسناً، هذا سؤال يجب أن يطرح عليهم. ريال مدريد يملك ملايين الجماهير، ومن الطبيعي أن يكون بعضهم أكثر اتفاقاً معي وآخرون أقل اتفاقاً. لكن بالنسبة لي، الشيء الأهم دائماً هو الحب والدعم الذي شعرت به من الجماهير. أبلغ من العمر 43 عاماً، ومن هذه السنوات قضيت 20 عاماً داخل ريال مدريد، كلاعب في الفئات السنية، ثم لاعباً في الفريق الأول، وبعدها سفيراً للنادي، ثم مدرباً في الأكاديمية، والآن مدرباً للفريق الأول خلال هذه الأشهر. إنها سنوات طويلة قضيتها في بيتي، النادي الذي أعتبره منزلي الحقيقي. أما عن الطريقة التي ستذكرني بها الجماهير، فأنا أشعر أنهم يتذكرونني بالكثير من المودة والمحبة، ولا أكثر من ذلك. بصراحة، لا أعتقد أنني أستطيع الإجابة بشكل أدق عن هذا السؤال. مرحبا ألفارو، صباح الخير. خافير هيريريث من إذاعة كادينا سير. قلت إن لديك محادثة مرتقبة مع إدارة النادي، وأتوقع أن تكون مع الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، خاصة وأن علاقتك بهم جيدة. إذا قالوا لك إن جوزيه مورينيو هو الحل لغرفة الملابس التي يصفها البعض بأنها صعبة الإدارة، فهل ستوافقهم الرأي؟ هل ترى أن مورينيو هو الحل؟ حسناً، بصراحة لا أفهم وصف غرفة الملابس بأنها غير قابلة للإدارة، أو على الأقل لا أشارك هذا الرأي. هذا ليس الوصف الذي أراه مناسباً لغرفة ملابس ريال مدريد. أما بخصوص المدرب القادم، فعندما يتخذ النادي قراره بشأن مدرب الموسم المقبل، فسيكون ذلك قرارهم، وهم من سيعلنونه في الوقت الذي يرونه مناسباً. وبالنسبة لجوزيه، فأعتقد أنني كنت واضحاً جداً طوال حياتي بشأن رأيي فيه. بالنسبة لي، سواء كمدرب سابق لي أو كمشجع للريال مدريد، أراه الرقم واحد، وما زلت أعتقد ذلك. قبل أيام سألني أحد زملائكم إن كنت ما زلت أؤمن بما قلته عندما واجهناه في دوري الأبطال، وإجابتي هي نعم، كنت أؤمن بذلك قبل شهر، وما زلت أؤمن به الآن. جوزيه كان وسيظل دائما أحد العظماء، وإذا كان هو المدرب هنا الموسم المقبل، فسأكون سعيدا جدا برؤيته يعود إلى بيته. مرحبا ألفارو، ميغيل أنخيل توريبيو مباشرة لراديو ماركا. أردت أن أسألك، خلال هذه الأشهر الأربعة، ما هو الأمر الأصعب أو الأكثر إيلاما بالنسبة لك؟ الأمر الأصعب دائما في هذا النادي هو عندما لا تحقق الفوز، وهذا أكثر ما يؤلمني، أنني لم أستطع مساعدة النادي واللاعبين على تحقيق الهدف الذي كان الجميع يسعى إليه، وهو الفوز بالألقاب. في ريال مدريد، عدم الفوز يكون دائما الأصعب بسبب حجم الطموحات والضغوط، وبسبب آمال الجماهير الكثيرة التي تقع على عاتقنا، وعدم قدرتي على مساعدتهم هو أكثر ما آلمني، وربما أكبر خيبة أمل سأحملها معي من هذه الأشهر الأربعة. لا تنسوا وضع إعجاب للفيديو